بصراحة رغم انتقاداتي لكاساس، ولكن المنتخب العراقي والمنتخب الإماراتي هم اللي مرشحين إنه يكونون أبطال كأس الخليج هذا الموسم. ولكن أنا انتقادي إنه لازم يكون المدرب يكون عنده خطة لعب، طريقة لعب المحلل أو المشاهد يعرفها، وعنده لاعبين أساسيين معروفين إنه هم ذول اللاعبين اللي راح يلعبون ال90 دقيقة. ليش مرشح المنتخب العراقي؟ بصراحة المنتخب السعودي صارت عنده مشاكل كثيرة مع مانشيني ومن ثم عاد رينار، فعنده مشاكل كثيرة يريد يعيد بناء نفسه. أيضا باقي المنتخبات، المنتخب الكويتي بعيد جدا، المنتخب العماني رغم طريقة لعب كاساس ولكن المنتخب العراقي أفضل من عنده. ممكن البحريني مستواه جيد، ولكن أيضا المنتخب